هل تعلم إن الإنسان بيستخدم 10% بس من دماغه؟ هل تعلم إن كل إنسان في رجله فيه خريطة لكل حاجة وكل الأعضاء اللي جوه جسمك؟ هل تعلم إن العسل يعتبر شفاء لكل الأمراض؟ ده كمان بيشفي السرطان. كل اللي فات ده مش علم، ده اسمه فتي. طيب يعني ايه علم؟ تعالى نجيب الموضوع من الأول خالص. عشان نفهم يعني ايه علم لازم نعرف إن العلم ده بيعتمد على حاجتين: التجربة والنظرية. والهدف من التجربة والنظرية إن احنا نوصل لفهم كامل للطبيعة اللي حوالينا. تعالى نبدأ بالنظرية. النظرية دي مش معناها حاجة مش مثبتة، لا خالص. النظرية دي بدأت في الأول كفرضية. الفرضية دي ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط. أرسطو كان شايف إن الحاجات بتقع على الأرض عشان هي بتحب إنها تبقى مع الأرض. نيوتن كان عنده فرضية مختلفة. نيوتن قال إن الحاجات بتقع على الأرض عشان في قوة جذب ما بين كل جسمين في الكون. فبالتالي في قوة جذب ما بين مثلا التفاحة وما بين الأرض، فعشان كده التفاحة بتقع على الأرض. فرضية نيوتن بدأت كفرضية بس أثبتت صحتها وكفاءتها. الفرضية عشان ترتقي من منزلتها لنظرية أو لقانون محتاجة إنها يكون فيها حاجتين: تفسر الواقع، ده أولاً. تاني حاجة إنها تدينا تنبؤ بتجربة مستقبلية بالنتيجة بتاعتها، ولما نيجي نعملها تدينا نفس النتيجة برضه. تعال نتكلم بشكل أوضح. قانون نيوتن تنبأ مثلا بأماكن القمر حوالين الأرض والشمس في أوقات مختلفة من السنة. تنبأ مثلا بمواعيد ظهور المذنبات زي مذنب هالي. عكس فرضية أرسطو اللي هي ما بتتنبأش أي حاجة أصلا وبتدي مجرد تفسير فلسفي بحت للواقع. فرضية نيوتن بقت قانون عشان حاجة واحدة بس، عشان الفرضية عشان ترتقي من منزلتها محتاجة حاجتين: تفسر الواقع كويس أولا. أرسطو برضه عمل كده، بس في نقطة بقى مهمة أرسطو ما عملهاش، إن هو ما كانش عنده تمثيل الرياضي اللي هو بيقوله، عكس نيوتن اللي اخترع التفاضل والتكامل، أو التفاضل والتكامل بينسب فضل اختراعه لكذا حد من ضمنهم نيوتن. من خلال التفاضل والتكامل نيوتن قدر يوسع القانون بتاعه ان هو يتنبأ باماكن مثلا ظهور المذنبات زي مذنب هالي. فبالتالي فرضيه نيوتن فسرت الواقع بدقه وتنبأت بحاجات ما كانتش معروفه ساعتها، لما جينا نجرب لقيناها صح. فبالتالي بقى قانون طبيعي. تفسير القانون الطبيعي ده او ليه القانون ده بيحصل، ليه كل جسمين بيشدوا بعض، ده بقى دي النظريه، زي النظريه النسبيه العامه لألبرت أينشتاين لو بيفسر فيها ليه الجاذبيه بتحصل اصلا. والفكره بكل بساطه تخيل ان الكون ده عباره عن نسيج مطاط كبير، وان الكواكب والنجوم بتعمل انحناء فيه، فبالتالي الحاجات بتقع عليه. التجربه لازم تكون واضحه جدا. اما انت بتيجي تنشر بحث علمي لازم توضح الشروط بتاعت التجربه دي، الظروف بتاعتها، الخطوات اللي انت هتعملها اثناء التجربه دي، والنتيجه المتوقعه مع تحديد نسبه الخطا في القياس. علشان انا ابقى عارف، عشان اكيد مفيش نتيجه مظبوطه 100%، فلازم ابقى عارف نسبه الخطا بتاعتها قد ايه. فبالتالي لو انت عملت التجربه دي في اي حته في الكون، اي حد يعملها لازم تطلع بنفس النتيجه في نفس الرينج ده من الخطا المسموح بيه، والا تبقى انت كده بتتكلم في حاجه ثانيه غير العلم. وده ينقلنا لنقطه العلم الزائف. العلم الزائف عم طويل. العلم الزائف هو اي حاجه مش علميه، اي حاجه مفتقره الى النظريه او التجربه وبتدعي انها علم، زي ناس كتير قوي طالعين اليومين دول على الفيس وعلى الاعلام والميديا. من امثله العلوم الزائفه ان انت مثلا تطلع اختراع، لما اجي اسالك ده بيشتغل ازاي ما عندكش اساس علمي، ما عندكش تفسير اللي بيحصل. او بطريقه ثانيه ان انت التجربه بتاعتك دي انت بس اللي بتعملها، لما انا اجي التزم بنفس الكلام اللي انت قلته ما يطلعش معايا. زي الابره الصينيه مثلا، دي مفتقره الى التفسير، مفتقره الى التجربه، من حق ناس بس معينين بس اللي يعالجوا بيها، فهي اقرب الى الوهم مش علم خالص، دي علم زائف. كذلك مثلا معلومه ان 10% بس من مخك هو اللي بيشتغل، دي مالهاش اسم الصحة. هل تعلم؟ مجرد معلومة طلعت في الأفلام زي فيلم لوسي، مالهاش أساس علمي، مالهاش أي تفسير علمي تماما. ولو هي صح، طب ليه أنت عندك عقلك كله؟ طب ليه بتطلع 10% بس؟ إزاي نفهم ما بين العلم والعلم الزائف؟ زي ما قلنا العلم دايما بيبقى معتمد على التجربة والنظرية، عكس العلم الزائف اللي بيبقى مفتقر لحاجة من الاتنين دولت أو هما الاتنين مع بعض. بس ممكن ناس كتير جدا بيطلعوا يقولوا إن إحنا عندنا نظرية، عندنا تجربة بنتائج معينة، لكن في الحقيقة هو علم زائف. نعرف منين؟ عشان كده في حاجة اتعملت اسمها المجلات العلمية، المجلات اللي هي بتبقى متراجعة كويس، البير ريفيود. ده مصطلح معناه إن المجلة دي بيبقى فيها مجموعة من المحكمين من العلماء اللي المجتمع العلمي بيقبلهم، عندهم شروط قوية جدا، بياخد البحث من أستاذ الجامعة، بيشوف هل هو ملتزم بمنهج علمي ولا لأ، بيشوف هل هو منحاز لدين أو لسياسة أو لوجهة نظر أو لفلسفة معينة عن التانية بدون دليل ولا لأ، لأن العلم لازم يبقى محايد، العلم ما بيبصش للدين، ما
ما يبصش للونك، ما يبصش لدولتك، ما يبصش لانتمائك السياسي. العلم يبص على حاجه واحده بس، التجربه والتفسير بتاعها اللي هو نظريه بس. بعد كده بيشوف التجربه بتاعتك لو هي ينفع تتعمل يعملها، ويشوف النتائج تطلع ايه ولا لا. لو ما ينفعش يشوفك انت ايه اقتراحك ازاي ممكن التجربه دي تتعمل، وفي الاخر بيشوف المصادر اللي انت اعتمدت عليها وبينشرها على مسؤوليتك الشخصيه انت كباحث. ممكن بعد كده احنا نجرب تطلع غلط عادي، البحث يبقى مكشوف في مجله زي نيتشر ويبقى غلط بعد كده، بس هو على الاقل هو طريقه علميه وده الاهم، لان احنا مستحيل نوصل للصح من اول مره. وعشان كده في مصطلح مهم اسمه معامل التاثير او الامباكت فاكتور. ده بيبقى رقم بيدل على قوه المجله دي. لما يبقى في علماء بيستشهدوا بابحاث مجله معينه ده بيعلي الامباكت فاكتور بتاعها، زي مثلا مجله نيتشر والمجلات المشهوره الامباكت فاكتور بتاعها بيعدي ال 40 وال 64. فانت لما تقابل اي معلومه على صفحه التعلم او تقابلها على الفيس او اي مدرس يقول لك اي حاجه، ارجع للمجلات العلميه، خش على جوجل سكولر، شوف المجله دي الامباكت فاكتور بتاعها كام، شوف الاستاذ اللي نشر البحث ده في جامعه ايه، شوف الاسلوب العلمي في الورقه نفسها، مش لازم تفهمها كلها بس شوف الابستراكت، شوف هل هو معتمد على تجربه ولا لا، شوف المصادر اللي هو معتمد عليها، شوف المجتمع العلمي قابلها ولا لا، والاهم من كده شوف هل هو ليه مصلحه شخصيه فيها ولا لا. لان العلم ازاي في اساسه حاجه من الاثنين، يا اما ان هو يكسب فلوس او ان هو يروج الايديولوجيه او الفكر بتاعه، زي الناس اللي بيقولوا ان الارض ما بتلفش، او زي الناس اللي بيطلعوا بعلاجات مزيفه للسرطان على القنوات وبيكسبوا بيها فلوس. ما تنساش لايك لو عجبك الفيديو، سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب. شكرا.